السلام عليكم خوتي، رابيدمون نفهمكم الفرق بين البيطة والالفا. البيطة هو الرجل المنبطح للمرأة، كما نقولوا حنا الحلاب. هذا الانسان شخصية تاعو بيطة. البيطة ما تحبوش المرأة بصح تسحقوا في حياتها وتشجعوا. علاش؟ خاطر عندها مصالح معاه. وشنو هما هاد المصالح؟ البيطة تلقى حلاب يدير ابوني، يبعث لي ميساج مالغري يدير له طفله في، يعني يطلع به المورال. هاد الامور يرفعوا الاستحقاق الذاتي تاعها. يعني البيطة مديور باش تطلع به المورال. المرأة تخلي البيطة في قائمة الأصدقاء، ما تربحلوش لعب، ماشي خاش تحبو، لا باش كي يشبع منها الألفا وما يحلبهاش تضمن باللي كاين عريس في القاريطة. يعني البيطة بروجي تاع روترات أو المنقذ من العنوسة. البيطة تسحقو ميم لو كان عندها شي كورها اللي هو الألفا، خاطش يمد امتيازات بدون مقابل، يخلص لك راه يشري طوموبيل. هاو علاش المرأة تشجع واحد كيما هذا ينشر عقلية البيطة، خاطر كي يكونوا كاين بزاف بيطاوات في المجتمع راح تضمن المرأة بلي كاين اللي ينقذها من العنوسة بعد ما يشبع منها الألفا.